السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتنا وحبايبنا في الله. الحلقة بتاعت النهاردة هنجرب فيها أجدد المنتجات اللي نزلت السوق المصري بأطعمة غريبة ومثيرة جدا. يعني احنا هنجرب النهاردة شيبسي وفشار وسناكس ومقرمشات. قبل ما أبدأ عايزين نصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتدعموني بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك، ونقول بسم الله ونبدأ. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. اول حاجه هنجربها مع بعض في الحلقه، هجرب شيبسي تايجر بطعم الجمبري الكوري وسعره 10 جنيه. بشكل مبدئي انا شامم ريحه توابل سمك. كميه الشيبسي، شكل الشيبسيه، ندوق ونقول بسم الله. بالنسبه للباكجينج فصراحه الباكجينج ممتاز جدا وشكله حلو. بالنسبه للكميه فالكميه كانت محتاجه تزيد شويه. بالنسبه لطعم الجمبري الكوري فانا حسيت وكأن ان انا باكل شيبسي بطعم توابل السمك وعليها صويا صوص، ولكن بشكل خفيف جدا، فعشان كده انا بديله 0 من 10. تاني منتج معانا في الحلقه، هجرب شيبسي محمود الفار بطعم الجبنه المولعه وسعره 20 جنيه. صراحة الباكجينج بتاع محمود الفار أكثر من رائع. كمية الشيبسي صراحة الكمية كويسة. شكل الشيبسية ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج فصراحة أكثر من ممتاز، أنا بديله 10 من 10. بالنسبة للكمية ممتازة جدا. بالنسبة لطعم الجبنة المولعة فأنا حسيت وكأن إن أنا باكل شيبس بطعم الجبنة المتبلة، ولكن التتبيلة هنا أعلى. فلو انا هعامله معامله الجبنه المولعه 0 من 10، لو انا هعامله معامله الجبنه المتبله فانا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. وصراحه الشيبسيه هنا يا جماعه نظيفه جدا. هجرب تالت منتج معانا، هجرب سناكس جاكور بطعم جمبري كوكتيل وسعره 10 جنيه. كميه السناكس، شكل السناكس نظيف جدا. ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج فالباكجينج ممتاز. بالنسبة للكمية فالكمية كانت محتاجة تزيد عن كده حاجة بسيطة. بالنسبة لنظافة السناكس 10 من 10. السناكس نفسه صراحة نضيف جدا. بالنسبة لطعم الجمبري فطعم الجمبري باين وواضح، ولكن أنا حسيت بلذعة من الخل بشكل قوي. فصراحة الطعم ده عجبني جدا واستمتعت بيه قوي. تجربه؟ طبعا جربه وبألف هنا وشفا. هجرب رابع منتج معانا، هجرب بيك ستيكس بطعم الرانش والفلفل الحار الفرنسي وسعره 10 جنيه. كمية الستيكس، شكل الستيكس، ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج فالباكجينج مقبول. بالنسبة لكمية الستيكس فكانت محتاجة تزيد عن كده. بالنسبة لنظافة الستيكس ولا غلطة. بالنسبة لطعم الرانش والفلفل الحار الفرنسي فأنا حسيت إن طعم الفلفل الحار هو اللي طاغي بشكل واضح وبشكل قوي على طعم الرانش. طعم الرانش باين قوي إن هو ضعيف. تجربه في حالة لو أنت بتحب إن طعم الفلفل الحار يكون طاغي على طعم الرانش، وبألف هنا وشفا. هجرب خامس منتج معانا، هجرب بيك ستيكس بطعم الصلصة الفرنسية وسعره 10 جنيه. كمية الستيكس، شكل الستيكس، ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج فالباكجينج ممتاز. بالنسبة للكمية فكانت محتاجة تزيد عن كده. بالنسبة لنظافة الستيكس ولا غلطة، نضيفة جدا. بالنسبة لطعم الصلصة المكسيكية فانتوا عملتوها ازاي يا ولاد اللعيبة؟ انا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجودة وختم الاستمتاع. وانا حسيت صراحة بطعم الصلصة القوية مع لمسة الشطة الجميلة الممتازة. تجربوا؟ طبعا جربوا وبألف هنا وشفا. هجرب سادس منتج معانا، هجرب سناكس بريك بطعم الليمون والشبت وسعره 10 جنيه. كمية السناكس، شكل السناكس، ندوق ونقول بسم الله. اللي بيحب طعم الليمون هيستمتع قوي بالسناكس ده. بالنسبة للباكجينج فالباكجينج شكله حلو ومقبول. بالنسبة للكمية كانت محتاجة ان هي تزيد عن كده حاجة بسيطة. بالنسبة لنظافة السناكس ولا غلطة، السناكس نضيف جدا. بالنسبة لطعم الليمون والشبت انا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجودة وختم الاستمتاع. وانا حسيت بطعم الليمون بشكل واضح وبشكل قوي جدا مع لمسة هادية خالص من الشبت. تجربوا؟ طبعا جربوا وبألف هنا وشفا. هجرب سابع منتج معانا، هجرب سناكس بريك بطعم الزيتون والزعتر وسعره 10 جنيه. كمية السناكس، شكل السناكس، ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة لطعم الزيتون والزعتر فأنا حسيت بطعم الزيتون بشكل قوي وشكل واضح جدا، وطعم الزعتر هادي. فأنا واحد من الناس
احب ان طعم الزعتر يكون طاغي على طعم الزيتون، عشان كده كتقييم شخصي بديله 9 من 10، ولكن كتجربة كاملة صراحة جميلة جميلة جميلة. هجرب تاني منتج معانا، هجرب سناكس بريك بطعم فراخ كاري وسعره 10 جنيه. كمية السناكس، شكل السناكس، ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة لطعم فراخ كاري عملتوها ازاي؟ بتكلم بجد والله، لان في شركات بتعلي من طعم الفراخ وتخلي طعم الكاري ضعيف، انتوا عاملين بالانس وعاملين توازن ما بين طعم الفراخ وما بين طعم الكاري، فصراحة ولا غلطة، 10 من 10 و10 نجمات وختم الجودة وختم الاستمتاع. تجربوا؟ اه طبعا جربوا وبألف هنا وشفا. هجرب تاسع منتج معانا، هجرب فشار شيل اوت بطعم الصور كريم وسعره 10 جنيه. ريحة الفشار حلوة والله. كمية الفشار، شكل الفشار كلنا عارفينه يعني. ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج فشكله حلو جدا. بالنسبة للكمية، الكمية مناسبة، وانا صراحة بدي الكمية 10 من 10. بالنسبة لنظافة الفشار ما فيهاش حاجة محروقة فبديها 10 من 10. بالنسبة لطعم الصور كريم عملتوها ازاي يا ولاد اللعيبة؟ ولا غلطة، الطعم باين والطعم واضح، وهتستمتع جدا جدا وانت بتاكله. تجربوا؟ اه طبعا جربوا وبألف هنا وشفا. هجرب 10 منتج معانا، هجرب فشار شيل اوت بطعم الفراخ وسعره 10 جنيه. كمية الفشار، الكمية الصراحة ممتازة جدا. شكل الفشار ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة لطعم الفراخ ولا غلطة، طعم الفراخ باين وواضح ونسبة الملح فيه مظبوطة. تجربوا؟ اه طبعا جربوا وبألف هنا وشفا. يا جماعه الشركه دي يا جماعه بامانه عامله شغل عالي جدا جدا جدا. هجرب المنتج رقم 11، هجرب فشار شيل اوت بطعم الفلفل الحلو وسعره 10 جنيه. ندوق ونقول بسم الله. بالنسبه لطعم الفلفل الحلو يا جماعه انا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. هنا طعم الفلفل الحلو كما ينبغي ان يكون، مش حاسس مثلا بسنه شطه، ها، مش مدخل الفلفل الحلو مع الفلفل الحار، لا هنا فلفل حلو فلفل حلو. تجربوا؟ اه طبعا جربوا وبألف هنا وشفا. هجرب المنتج رقم 12 معانا، هجرب فشار شيل اوت بطعم الخلطه الكوريه وسعره 10 جنيه. خلطه كوريه، مسافه ما فتحتها شميت ريحه شطه، استرها يا رب. كميه الفشار، ندوق ونقول بسم الله. بالنسبه لطعم الخلطه الكوريه فانا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. الطعم باين والطعم واضح والطعم جامد جدا. لذعه الخل مع الشطه مع الصلصه جمدان، بتكلم بجد والله. هجرب المنتج رقم 13، هجرب سناكس فلامينكو بطعم الكولا. الطعم ده بالنسبه لي جديد وغريب وسعره 10 جنيه. كميه السناكس، شكل السناكس، ندوق ونقول بسم الله. بالنسبه لطعم الكولا فانا حسيت وكأن ان انا باكل جيلي كولا بالظبط، فصراحه انا واحد من الناس انبسطت بيه جدا لان الطعم قوي والطعم باين والطعم واضح، فعشان كده بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. وهتقول لي جربه؟ اه هقول لك اه طبعا جربه وبألف انا وشفا. احنا كده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو، ويكتبوا لنا في الكومنتات تحت عايزيننا نجرب ايه اللي الفيديو اللي جاي. بحبكم جدا جدا في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم دائما في رعايه الله وامنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم عبد الله فوق.